قال أحد العلماء المسيحيين كان قبلا ملحدا، قال أن تثبت أن الله غير موجود هذا شيء صعب جدا جدا، أن تثبت أن الله غير موجود. عشان كده ربما هذه الأفكار الإلحادية يغذيها مرات الشيطان وفكر الإنسان، الشيطان وفكر الإنسان. والإنسان في مرات في تجبره كما قال سفر المزامير: قال الجاهل في قلبه ليس إله. لماذا؟ لأنهم مرات فسدوا، يريدون أن يكونوا بلا رقيب. عشان كده نسمينا الله في سفر أيوب أنه رقيب، قال له كده: ماذا أفعل لك يا رقيب الناس، أي أنك تراقبني، ماذا أفعل لك؟ فلا نريد مراقبة وحساب، نريد مرات الانفلات. سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وأنتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب، وكمان على صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع أصحابك، عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا إن احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا الواحد آمين. أتمنى نقضي وقت جميل مع كلام ربنا اللي بيعلمه لنا. ربما نستفيق من أفكار شريرة موجودة في عالمنا. في سفر المزامير مزمور 8: أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، حيث جعلت جلالك فوق السماوات. من أفواه الأطفال والرضع أسست حمدا، بسبب أضدادك لتسكيت عدو منتقم. إذ أرى سماواتك عمل أصابعك، القمر والنجوم التي كونتها. فمن هو الإنسان حتى تذكره، وابن آدم حتى تفتقده، وتنقصه قليلا عن الملائكة، وبمجد وبهاء تكلله، تسلطه على أعمال يديك. جعلت كل شيء تحت قدميه، الغنم والبقر جميعا، وبهائم البر أيضا، وطيور السماء، وسمك البحر السالك في سبل المياه. أيها الرب سيدنا، ما أمجد اسمك في كل الأرض، مجدا للثالوث القدوس إلهنا. هذا المزمور يتحدث عن جلال وعظمة الله الخالق. الذين ينكرون أن هناك خالق هم الخاسرون. قال أحد العلماء المسيحيين كان قبلا ملحدا، قال أن تثبت أن الله غير موجود هذا شيء صعب جدا جدا، أن تثبت أن الله غير موجود. عشان كده ربما هذه الأفكار الإلحادية يغذيها مرات الشيطان وفكر الإنسان، الشيطان وفكر الإنسان. والإنسان في مرات في تجبره كما قال سفر المزامير: قال الجاهل في قلبه ليس إله. لماذا؟ لأنهم مرات فسدوا، يريدون أن يكونوا بلا رقيب. عشان كده نسمينا الله في سفر أيوب أنه رقيب، قال له كده: ماذا أفعل لك يا رقيب الناس، أي أنك تراقبني، ماذا أفعل لك؟ فلا نريد مراقبة وحساب، نريد مرات الانفلات. لا أتحدث عنكم، لكن أتحدث عن من ينكر حقيقة أن الله خالق. نريد أن ننفلت، فلا نريد مسيطر. يا عزيزي، ربما تريد أن تثبت أن الله غير موجود. لماذا تتعب لكي تثبت هذا الأمر ربما الشيطاني، مع أن الشيطان مؤمن موحد بالله. مش بهزر، الشيطان مؤمن موحد بالله. يقول: أنت تؤمن في رسالة يعقوب، حسنا تفعل، والشياطين أيضا يؤمنون ويقشعرون. الشيطان مؤمن موحد. قبل مينا اللي وحد الديانات والقطرين كان الشيطان موحد لا ديان. ليست المشكلة أن ندعو أن الله واحد، دي سهلة جدا، الشيطان يعرف هذا حق. وماذا يريد الشيطان منا؟ أن نبتعد عن هذا الإله. كيف أن يقول ليس أو لا يوجد إله؟
المسيح إلهنا سئل مرات أسئلة، وله كل المجد، مكون الإنسان رد بأسئلة. فالنهاردة أنا أريد من ينكر حقيقة الله موجود، سوف أتحدث إليه بأسئلة وعليه هو فقط الرد. أولاً، ما معنى أن يوجد الإنسان فقط على الكرة الأرضية؟ أنا بسأل أي حد بيقول ما فيش إله. لماذا الكرة الأرضية بالذات؟ ونشكر الله من أجل كل الأبحاث وكل السفريات اللي عملتها ناسا من أجل اكتشاف بعض الكواكب. لا يوجد قط إنسان. لماذا الإنسان فقط في الأرض؟ ولماذا مهيئة الأرض للإنسان؟ لماذا يوجد فيها أكسجين وماء وحياة؟ لماذا؟ كما يقولون أن هناك بالصدفة خلية أولية تكونت منها الخليقة. لماذا لم تتكون هذه الخليقة في المريخ يا عزيزي؟ لماذا فقط في الأرض؟ ده سؤال بس أنا عايز حد يجاوب. لماذا في الأرض فقط؟ ألا توجد الصدفة أيضاً في كواكب أخرى؟ لماذا في الأرض؟ لأن الكتاب المقدس أقر. الآية بقى أنا بقول لماذا الأرض؟ أنا عندي الإجابة، لكن حضرتك ما عندكش الإجابة. في إشعياء 45 يقول لنا كده، عدد 18: لأنه هكذا قال الرب خالق السماوات هو الله، مصور الأرض وصانعها، هو قررها، لم يخلقها باطلاً، للسكن صورها، عشان أنا أسكن فيه وحضرتك. للسكن صورها. أنا أسأل أي حد يقول ربنا مش موجود والخليقة تكونت بالطريقة اللي بيقولوا عليها الإخوة التطور. نحن كمسيحيين وكأباط أرثوذكس نقول أن الخليقة كما سترى بعد قليل، الخليقة خلقت من عدم. لم توجد خلية أولية. لماذا؟ لأننا نتعامل مع إله يستطيع أن يخلق. يبقى بسأل واحد بقول له هو ليه الأرض بالذات؟ ما عندوش الإجابة. أنا عندي الإجابة وحضرتك عندك الإجابة. أنا النهاردة حابب أعمل لكم ترفيه، وأعرف تماماً إن الشعب يحب الصور، وربما كتاب تديه لواحد كبير يقعد يدور في الصور، لا الصور يتفرج على الصور حتى هو كبير. فأنا النهاردة أجيب لكم شوية صور، بس قبل ما أجيب لكم الصور حابب أقرأ معاكم سفر العدد. معلش النهاردة أصل فيه زي مداعبة فكرك، أقعد ألعب شوية في فكرك وأنت كمان فكر. أنا كده بكتب حاجات في فكرك، نفكر سوا. دعني النهاردة إن يكون في نوع من التلاقي، ويسموها كده الإخوة الكتاب الكبار تلقيح الذهن. بديك فكرة، الفكرة تولد عندك فكرة. في سفر العدد افتح معايا عدد 13. افتكر وانا بدرس وانا خادم مدارس الأحد، ومرة درست هذا الدرس، فجالي الأولاد قال لي ما فيش حاجة زي كده. ده الكلام ده ربما يزيد عن أكتر من 30 سنة. من 30 سنة والفكرة دي. أنا يعني هشوف مع حضرتك حاجة كده في سفر عدد الصح 13 عدد 23 13-23 يقول: وأتوا إلى وادي أشقول وقطفوا من هناك زرجونة بعنقود واحد من العنب. يعني ايه زرجونة؟ فرع. بزرجونة عنقود واحد من العنب وحملوه بالدقرانة. ايه الدقرانة؟ ايه الزرجونة والدقرانة؟ ايه الكلام ده اللي بتقول؟ لا دي خشبة كبيرة، خشبة كبيرة علقوا فيها الفرع بتاع العنب عشان 2 يقدروا يمسكوه. وحملوه بالدقرانة بين 2 مع شيء من الرمان والتين. ايه ده؟ 2 رجالة كبار عراض يحملوا عنقود عنب. ممكن الأخ يجيب لي بس الصور عشان نسلي الزباين.
الأخ صورة جميلة لرب الإله دي، عايزين صورة رقم 1. كبر الشاشة. ايه رأيكم في عنقود العنب ده؟ مش رسم، حقيقي. في عنقود عنب بالمنظر ده، ألا يثبت هذا صحة الكتاب المقدس؟ يقول لك 2 رجال قال طب ده عنقود العنب في ايديا، يبقى في ايدي. في صورة تاني بعد إذنك. أنا مش عارف أنت شايف الولد اللي واقف؟ شايفين الولد اللي واقف؟ حجمه قد إيه ده؟ إيه ده؟ صغير. حجمه صغير؟ ده كبير، حجمه كبير. 2 رجال، إيه ده؟ لما أنا أقول لك 2 رجال يقول شوف التخاريف والأساطير اللي في الكتاب المقدس. شكرا لله لأن دي في حتة اسمها الجليل في فلسطين. يعني المكان اللي تجسسوه أصلا. ابحث، ده فرصة لحضرتك إنك تبحث وتدور على عنقود العنب الكبير. عندنا في مصر عنقود العنب يا دوبك في حبيتين، شكرا لله، لكن هم عندهم الدنيا عمار. في ذات الإصحاح في حاجة تاني، في سفر العدد الصح 13 عدد 33 يقول وقد رأينا هناك. الحادثة دي انتوا عارفينها، حادثة التجسس، أن موسى بعت 12 راجل. ال 12 راجل دول راحوا تجسسوا الأرض، رجعوا بتقرير، جابوا العنب زي ما انت شفت عنقود العنب، وجابوا تقرير تاني. ايه التقرير؟ يقول وقد رأينا هناك في 33 قد رأينا هناك الجبابرة بني عناق من الجبابرة، فكنا في أعيننا كالجراد وهكذا كنا في أعينهم. إيه الناس اللي أنا أشوف نفسي إن أنا عفوا زي الجراد؟ هو تقرير مش غلط اللي قالوه، صحيح ده بيقول لك ده صغر النفس، بس هم عايزين يقولوا لنا إن في أحجام كبيرة. يا عم ده أنا بالعافية مش عارف 160 ولا كام. أنت حضرتك طولك كام؟ 180 185. طب اتفضل حضرتك الصورة رقم 3. صورة رقم 3. لو تقدر تكبر ده واحد بينقى زي ما انتوا شايفين في الحين. بص شكل الجمجمة قد ايه. جايز تقول لي ايه ده؟ ايه العماليق دول والناس دول اللي بني عناق؟ اصل بقول لك رقبته تقريبا قد جسمك. ده مش تخيلات، صح؟ ده كلام حقيقي. وعليك ان تبحث، عليك ان تبحث. يبقى صدق هذه الحادثه. الصوره اللي بعدها الراجل اهو. بص بقى، يعني ربنا ايه منحنا راجل في 1920 الراجل ده يظهر في امريكا ودي عيلته. ها؟ ما رأي حضرتك؟ يقول لك ايه الناس اللي كانوا بيقولوا لنا احنا كنا زي الجراد؟ يا عزيزي، يبقى اليوم انا معك لاثبات صحة الكتاب المقدس من مرات من الحفريات، مع ان الكتاب المقدس غير خاضع للفحص. لماذا؟ لانه كلمة الله. ربما في حاجات مش مقتنع بيها، استنى شوية للتاريخ والتنقيب، ربما ستجد صحة ما ينادي به الكتاب المقدس. ومن هذا المنطلق أقول أن هذا في العهد القديم. طب العهد الجديد هل يوجد إثبات؟ نعم. في الصورة رقم 5، صورة رقم 5 هناك ما يسمى الكفن المقدس. هذا الكفن الذي عليه علامة المسامير وجراح الرب الإله، وأبحاث كثيرة تثبت أن هناك في يوم ما صلب شخص بهذه المواصفات والجراح التي سجلت في الكتاب المقدس. أليس هذا إثبات؟ إذا كان الناس يريدون الملموس فهذا هو الملموس. ومن هذا أنطلق
إلى أن نقول أن الكتاب المقدس أرفع وأعلى من فحص البشر. مش يعني ما تنزلش بيه لمستوى إنك تقول هو ده إيه الكتاب المقدس ده؟ ناس بشر كاتبينه. قول زي ما أنت عايز. يقول كل الكتاب هو موحى به منين؟ من الله. يقول كمان لم تأتي، رسول بطرس في رسالته يقول لم تأتي نبوءة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. يبقى ما هياش مشيئة بشر. يبقى حضرتك قدام كتاب، لو أنت مش مسيحي قدام كتاب احترمه، مؤقتا احترمه إلى أن تخضع أمام الكتاب المقدس. أرجع، ده نوع من الترفيه عشان ما تتوهوش مني. كنت أتحدث عن الأرض. لماذا الأرض بالذات؟ لا توجد إجابة عند شخص الملحد. لماذا ما عندوش؟ أنا عندي الإجابة. حضرتك في كتاب مقدس عندك الإجابة. هتصدق يا عزيزي التجارب العلمية؟ حضرتك بتصدق التجارب العلمية؟ يعني ايه تجارب علمية؟ يعني أنا جايب محلولين خدته في الكيمياء، مادتين، أما بمزجهم ببعض بتطلع مادة جديدة متركبة من مادتين. طب أنا لو عملت التجربة دي 1000 مرة وأثبتت صحتها، طلعت المادة الجديدة، يبقى التجربة دي صحيحة. عشان كده بعيد عنكم لما بيجربوا بعض الأدوية للبني آدمين، مرات لما بتبقاش التجربة سليمة قوي في 100%، بيطلع سايد افكتس كتيرة جدا جدا جدا. يقول لك الدواء اصل اكتشفنا، وبعدين يقول لك يبقى راسلنا، ومرات يسحبوا الدواء من السوق. فالتجارب العلمية تقول أن هناك علم. ما هو الحقيقة في العلم؟ عندما تثبت كل مرة بذات الطريقة. يعني بقول لحضرتك المية دي لما نيجي نحللها تطلع ايه؟ اسمها ايه؟ خدتوا كيمياء؟ H2O، صح؟ كل مرة احلل المية الاقي H2O. لو جيت في مرة احلل يقول لا مش مية، لان انا جربتها آلاف المرات. يا عزيزي الذين يقولون نظريات، صدق ان هي نظريات. نظرية خلقة العالم من وجهة نظره، أنا بقول إن دي خلقة، أنت بتقول إن تطور، أنا عندي إثبات إن دي خلقة. لماذا؟ لأن الذي جاءنا في الجسد هو خالق. وبصراحة شديدة الله لا يعطي الخلق لأحد. ربنا مش بيدي إمكانيات الخلق لحد. أنا عندي إمكانية وحضرتك عندنا إمكانية للتصنيع ليس للخلق. هذه إمكانية الخالق. عشان كده المجد لا أعطيه لآخر، مش بديه لحد، دي حاجة خاصة بالله نفسه. هل المسيح إلهنا كان خالق؟ كان خالق؟ نعم. حد دكتور هنا، بس كان دكتور في الطب الشرعي. حد هنا موجود؟ أخت دكتورة ولا دكتور؟ أنا عايز أسأل شوية أسئلة بس. كيف أن العازر الله يقيم بعدما أنتن؟ واسألوا الناس بالتحليل الطبي، ربنا يديكوا عمر، لما الإنسان يدخل في الموت وبقي جثة بيحصل تغيرات كتيرة جدا جدا. اللون الدم اللي موجود في جسمه يتحول للون أخضر بعد 3-4 أيام. سرته تنفجر، يحصل الغازات اللي موجودة في جسمه تضغط على العين وتفكها، خلي مية تنزل من العين فالعين تتشال، والقرنية يحصل لها ما يسمى التعتيم أو العتامة. طب ربنا لما جه قوم لعازر قد أنتن، مش موضوع إن روحه ترجع لجسده، دي سهلة جدا. لكن ما هو أصعب أن الله عمل إيه في العازر؟ عاد مرة أخرى جسده.
انتم مصدقين؟ شفتوا حد ميت؟ شفتوه طازه، ميت طازه، لكن ما شفتوش هو في القبر. عليك ان لو طبيب، انا لا انصحك ان تبحث في هذا الامر، بس اسال دكتور طب شرعي، قول له الجثه بيحصل لها ايه بس. الجثه بيحصل لها ايه. يبقى عندنا المسيح الهنا خالق. طب هو ما جه عمل الحاجات بتاعت لعازر، يعني لما دكتور مثلا يكون عندي جرح يقول لي طب الم لك الجرح، إيه عمليه مش عارف بينظف ايه او بيشيل ايه، طب ايه رايك في العازر ده؟ الله جاب له جسد جديد، خلق له، مش حاجه انا وانت نعمل صيانه. يعني ايه الصيانه؟ المنتين الجديد نعمل ايه؟ اجيب الاله انضفها اظبطها، امسح حاجه، احط ترس مش عارف، اشحم، دي اسمها صيانه. لكن ربنا لما جه يعمل كده من العازر ما عملوش صيانه على فكره، ما خدش الكبد وقال له ده تفرول نجمعه تاني. ليه؟ انا بقى اجيب لك الايه الصعبه شويه، لان احنا عندنا دليل في العهد الجديد، بما انه انا بثبت لك صحه الكتاب المقدس في الصور اللي انا وريتها لحضرتك. النهارده انا كمان حابب اتجول معاك، افتح معايا عبرانيين اللي بيجاب الكتاب المقدس، عبرانيين الصح 11، لنا كده ايه مهمه. يقول بالايمان نفهم، عبرانيين 11 عدد 3، بالايمان نفهم ان العالمين اتقنت بكلمه الله حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. حد شاطر يشرح لي يعني ايه الآية دي؟ يقول لك حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. حد فاهم الآية دي؟ كنت عند سيدنا أنبا بخوميوس في مؤتمر خدام، وجات سيرة الإلحاد فجبت لهم الآية دي، وبعدين لقيت بعد فترة كده إنه الخدام وخادمات مش قادرين يستوعبوا الآية، فرحت مثلت حاجة قدام الأخوات، واحدة قالت لي أنا مش فاهمة بعد كل الشرح، فقلت لها حضرتك بتعرفي تعملي صينية بطاطس؟ قالت لي دي أكتر أكلة أنا شاطرة فيها. قلت لها طبعا أنا معاكي. صينية البطاطس دي محتاجة إيه؟ الأخوات يقولوا لي محتاجة إيه؟ بطاطس وإيه؟ وطماطم، شايف يا أخوات، ولحمة، دخلت اللحمة النهارده الجمعة، صايمة، وبصل وبهارات وتوابل وحاجات كتيرة عشان تطلع صينية. دي اللي اسمها المكونات عشان أطلع صينية. لكن يوجد بقى في الكتاب المقدس إن ربنا يقول لتكن صينية بطاطس فكانت صينية بطاطس. دي معنى الآية. إزاي؟ يقول كده حتى لم يتكون ما يرى، يعني اللي انت شايفه ما تكونش من اللي هو ظاهر. الجبل ده متكون من ايه؟ من زلط، رملة، حجر، معادن، صح؟ عشان اجيب دول واكونهم عشان يبقى جبل. لا، ربنا قال ليكن جبل فكان جبل. فهمتوا الآية دي؟ اللي مش فاهم يرفع ايديه، هجيب يعني مثل تاني. فهمتوا؟ يقول حتى لم يتكون ما يرى، اللي انت شايفه ما تكونش من مكونات اللي انت شايفه. معلش هي مكتوبة بطريقة فلسفية عشان الرسول بولس. فهمنا الآية؟ حتى لم يتكون ما يرى مما هو ظاهر. يبقى في إله اسمه إله إيه؟ خالق، وده يريحك. كل النظريات اللي الناس تعبانين الشيطان حركهم عشان يثبتوا أن لا يوجد خالق. يا عزيزي اذهب فقط إلى الرب الإله اللي جانا في الجسد لتعرف من هو، أنه خالق وبه عمل العالمين الذي هو رسم جوهره. فسهل جدا. يقول ليكن نور إيه؟ فكان نور. عارفين الناس اللي بيدرسوا في العلم النور ده مكون من إيه؟ فوتونات. ربنا ما جابش شوية فوتونات وقال النور هبكونه لكم، لا، قال ليكن نور فكان نور. يبقى أنا بتعامل مع هذا الإله الخالق
اللي هناك إثباتات كثيرة. وبرضو لو أنت شخص علمي دور، أكتر ناس على فكرة يؤمنوا بوجود الله كل العلماء الأتقياء. يعني عنده تقوى، ما عندوش خطايا في حياته، كل يكتشف حاجة رهيبة ويمجد هذا الخلق. يا عزيزي دعوة ليك أن تفهم، أما قال له أيها الرب سيدنا ما أمجد اسمك على إذ أرى أعمال يديك. الجهاز دوت، إيه رأيك لو أنا جيت في مرة كده وعايز أثبت لك نظرية، يقول لك الجهاز ده على فكرة اتوجد بالصدفة، اتكون كده بالصدفة. الشاشة جت جنب الفريم، جنب الكومبوننتس اللي موجودة جنب الأوتلت بتاع الكهرباء، وتكون وتحطوا جنب بعض من غير حد ما يحطهم. هتقول لي عليا إيه؟ هتوديني فين؟ غالبا مستشفى المجانين. أما أنا أجي أقول لحضرتك إيه رأيك؟ دول عملوا كده، ما رأيك في هذا الكون العظيم الفسيح اللي بنظام وقوانين ما زلنا نكتشف هذه القوانين؟ هل اتعملت صدفة؟ وكيف أن الصدفة تصنع شيء منظم لا يوجد؟ ربما عارف لو كنت ده عشوائي أقول لك حط زيت على عبيد على نطاط الحيط يطلع عفريت، أي حاجة. لكن ربنا ما عملش كده. ليه؟ كل حاجة بنظام. يا عزيزي عندما نخترق القانون اللي اكتشفه نيوتن، لم يعمله نيوتن بل اكتشفه. ازاي اكتشفوا؟ قال لك اما حاجه لازم تقع من فوق تروح نازله على الارض، ما ينفعش العكس. القانون ده ربنا اللي حطه. عارف ليه؟ عشان حاجه تسكن على الارض ما تطرش. قانون الجاذبيه والغلاف الجوي، عارفين الجاذبيه ده جايه منين؟ من شاطر، من دوران عماله تلف، فبطلع مجال مغناطيسي. مجال مغناطيسي رابطنا بالارض، مش مخلينا اتنطط اطلع فوق، مخليني تحت، وارمي نفسي من فوق الاقي نفسي بقيت تحت. ما رايك في هذا؟ هل هذه عشوائيه؟ من طب اقول لك حاجه، حضرتك بتقولي ان الحاجات دي صدفه واتكونت بالطريقه دي، طب روح لغايه المريخ واصنع من الصدفه كونا جديدا او عالما جديدا، اصنع منها ان قدرت. سؤال تاني، يقولون أن الإنسان والحيوان كلاهما متساويان. إلى حد ما متساويان. شوف الإجابة، لحد ما متساويان، بس في التفسير البيولوجي مرات في الخلية بنعمل تجارب على دواء بنديه للفئران، بنديه للقرود، نديه لأي حد عشان نجربه عليه لأنه قريب منه. ليه؟ أنا والحيوان متاخدين من تراب الأرض في اليوم كام؟ السادس. إحنا الاتنين متاخدين من نفس الطينة، بس هناك فرق بقى، يأتي فرق أن الإنسان يختلف تماماً عن حيوان. يا من تقول أن بالنظرية بتاعت التطور أنك اتطورت من قرد، هل يصلح أن يكون جدك قرد؟ هل ترضى بهذا؟ طب أنا لو أنا متطور من قرد، طب أنا ليه ما اتطورتش كإنسان؟ حصل لي نوع تاني متطور، عفوا طلعت كلب، بعد ما بقيت إنسان طلعت كلب، ما بقيتش زي ما إنسان. لماذا توقف التطور فقط عند الإنسان؟ ده سؤال أنا عايز إجابة. عشان كده الإنسان يختلف تماماً عن الحيوان. ربما يشترك معه في الوظائف الفسيولوجية بتاعته، وارد. قلت لكم حدثتكم ان الشمبانزي شبه الانسان بطريقه رهيبه. دي الام بتاعت الشمبانزي دي تقعد تهزر وتولع الفحم وتدفي ولادها وحاجات كتير، بس لم نسمع ابدا ان الشمبانزي كتب شعرا، ان الشمبانزي ضرب على موسيقى لنوتة موسيقيه، ان الشمبانزي ذهب الى القمر، ان الشمبانزي عمل حضاره، ان الشمبانزي فكر في تطوير مسكنه. أنا الإنسان اتكونت إنسان، لو أنا إنسان حجري تطورت إلى وصلت إنسان مدني، ينفع أن أنا أسكن في عمارة في فيلا
في مركبة فضاء. هناك فرق. هل هناك فرق؟ نعم هناك فرق. في آية بتقول كده؟ في سفر أيوب عندنا آية مهمة، أرجو أن حضرتك تكتب الآيات. في أيوب 32 يقول لنا آية، يقول كده، يقول ولكن في الناس، عايز يلقط منك حاجة، يقول لك ولكن في الناس روحا ونسمة القدير تعقلهم. انتوا عارفين الدبانة، معلش، الدبانة تروح بتنهشها كده تروح راجعه لك تاني، وتقول ان هي غبية ولا مش ليش عاملك كده، تروح راجعه تاني. بتهشها كده من قدام الاكل تروح راجعه تاني على الاكل. طب مش خدتي عقاب؟ ايه ده؟ يقول لك اصل الذاكرة بتاعتها ثواني فبتنسى اللي حصل لها من شوية. الإنسان عشان عنده عقل وروح الله اللي معقله نديله عقل، عارف يعمل ايه؟ اما انا ازعق لك تقول لك انا مش جاي تاني، خلاص اتخزنت عندي، مش جاي تاني، مش رايح تاني، مش هعمل كده تاني. الانسان لكن في الناس روحا ونسمة القدير تعقله. انا هسأل سؤال وعايز اجابة، بس اللي هيجاوبني هديله 100 جنيه. تملي انتوا بتصحوا بالفلوس، ولا حاجة بتصحيكوا غير الفلوس. صدقوا كنيسة مصطفى كامل دي تصحى بالفلوس. عايز أسأل، ما سبب تعدد اللغات؟ كيف أن يكون أن جنسنا البشري، يعني هم بيقولوا احنا تكوننا وكده، طب ازاي في كذا لغة؟ عارفين عدد اللغات اللي موجودة في الكون على الأرض كام؟ تصل إلى 7000 لغة ولهجة. ده تقرير اليونسكو، 7000 لغة ولهجة. يا خبر، إذا كان أبويا وأمي هم، حتى أنا ببقى صعيدي شوية، لكنة شوية ملخبطة شوية، بس هي نفس اللغة، إزاي إن أنا أوصل للرقم ده يعني؟ اتفضل حضرتك. مش بعد الطوفان؟ بعد الطوفان ولا قبل الطوفان؟ أنا بختبرك، خليك ثابت. بعد الطوفان حصل إيه؟ صح. هذه هي الإجابة الوحيدة في الكون على هذا السؤال. لماذا اللغات الكثيرة؟ لأن الله نفسه بلبل ألسنتهم، جعلهم يتكلمون لغات كثيرة. هي دي الإجابة، مش موجودة في أي حتة، دور عليها. مية مية، واحد بيقول لي 100 100. تعالى يا أخي، الفلوس أنا عارف، تعالى. أنا مصطفى كام؟ تعالى لي، هديك فلوس. تعالى تزعلش. قال لك ده مطنشنا. الوعظ علينا بخسارة أنا عارف، بس مش مهم. يقول نزل الرب وبلبل ألسنتهم وجعلهم ينطقون بلغات مختلفة. ده أنا هسأل سؤال تاني صعب، يبقى الإجابة دي عندي بس في كتاب مقدس، على فكرة مش موجودة في أي حتة. الإجابة دي بس في الكتاب المقدس. هقول كلام تاني. حضرتك تعرف موطن الأفيال فين؟ أغلبيته فين؟ في الهند. وإيه تاني؟ في جنوب أفريقيا. وإيه تاني؟ وشوية من جنوب السودان. وإيه تاني؟ طب إزاي يلاقوا فيل؟ ده سؤال. دي الإجابة بقى جامدة، بس مش هدي علينا فلوس المرة. يلاقوا فيل مثلا قريب من القطب الشمالي. طب ده مش موطن أفيال. أكيد في حاجة حدثت. الجثة بتاعت الفيل عمل إيه؟ اتحركت شوية. إزاي تنتقل من الهند لغاية القطب الشمالي المشوار ده؟
ها؟ ده إجابة وحيدة. طوفان لما حصل والجثث دي ماتت، حصل إيه؟ المية حملتها وبقت إيه؟ سياحة لغاية ما تستقر في مكان. مرات في مكان سكن ليس هو مكان بحر، تلاقي ما يسمى الكورالز، المحارات اللي هي الموجودة، ده مش مكان ولا قريب من البحر. إيه اللي جابها؟ قال لك تحرك المياه عندما الطوفان أتى. دي الإجابة الوحيدة اللي موجودة على السؤال ده. لا يستطيع كل العلماء أن يجيبوا عن هذا السؤال. لماذا الفيل في المكان ده؟ لأنه هيعدي بحار وأنهار عشان يوصل للمكان ده. طيب يوصلها إزاي؟ ومحيطات عميقة. أن قال فقط أن المياه حملت هذه الجثث إلى هذه الأماكن. سؤال أيضا يسألونه كل شخص يريد أن ينفي هذه الحقيقة: لماذا الألم في الحياة؟ ده سؤال صعب شوية. لماذا الألم في الحياة؟ احتراما لهذا الخالق ابتدى يتعامل مع الأطفال أما يتولدوا بالصراخ، والصراخ دي حاجة صحية. سألوا الدكاترة بتولد، لو الواد اتولد والبنت ولدت، الولاد الصغيرين البيبيهات دول اتولدوا وما طلعوش صوت، الدكاترة بيقولوا ايه؟ يروح عامل ايه؟ ماسكه كده يخلي الواد ايه؟ معيط، يقول لك الحمد لله خدي خدي، يبقى الدكتور فرحان انه بايه؟ بيعيط. جايز الام تتضايق بس الدكتور فرحان. ده اثبات. يا عزيزي الم يكن هذا الم للطفل؟ مش ده الم للطفل ايضا؟ عندما تتوقف الام مره عن الرضاعه لطفلها لانها تريد ان تجعله ينمو ويكبر، أليس هذا جرح لمشاعر الطفل؟ ده مرات الطفل بيقول لك لا لما بيكبر سنة عشان انت في مرة قلتي له لا. اما جه يرضع منك قلت له لا يا حبيبي، فقعد يعيط فحس بألم. ربما انت بتفرحي انه بيكبر بس الولد جاله ألم، وكأن الألم وسيلة يا عزيزي. يا من تنكرون الألم عن إنسان، الألم وسيلة لنمو الروح وربما نمو الجسد. يقولون أن الطفل اللي بيقعد يتشاقى كتير ده بيحصل له، اللي منكم يقعد يقيس، يحصل استطالة في جسمه ده بيتخبط، ده بيترمي على الكرسي، ده ما بعرفش يحصل له ايه، يحصل له بيقيسه بيحصل له استطالة. كأنه الألم وسيلة للنمو. يا من تقولون لماذا الألم؟ الله اللي خلقك قال كده، قال إنه لازم تتألم. ده أكثر من هذا. عندما نتألم أي حد مننا تزرف دموع وحزن مرات من جراء ما نعانيه، وما النتيجة؟ أن الروح تصفو، أن الشخص ينمو، أن الشخص يفطم عن العالم. دي وسيلة جميلة الله حاططها. ما هو الألم؟ ده هقول لك كمان الألم. اسألوا بس الأخوات، البنت وهي بتتجوز تبقى محتارة، عايزة تبقى عروسة ويتعمل لها حفلة كبيرة وهي بتتمنى كده وكل خيالها أنها تبقى عروسة. بس خلي بالك في اليوم اللي بتسيب فيها باباها بالجسد ومامتها واخواتها، ده يوم مؤلم جدا جدا. ده رايحة بيت ما تعرفوش، رايحة الراجل حظك وعارف بختك يا ابو خيط رايحة الراجل برضه ما تعرفش مكنوناته، وداخل الإنسان عميق زي ما بيقول، والعمق العميق من يجده. الإنسان جواه أعماق محدش بيعرف تشوف. البطيخة لما قالوا بطيخة بطيخة بصراحة، بس مش كله بيطلع. فالبنت بتتألم، بس اشتياقها للحياة الجديدة، أن يكون لها بيت للزوجية، وأنها ملكة متوجة في مكان تجعلها تحتمل الألم. بتبوس باباها في يوم الإكليل وتقعد تنهار تعيط، وبعد شوية تبقى زي الفل. تألمت
تألمت هتتركهم. يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. إيه رأيكم في الترك ده؟ الترك ده مؤلم، لكن في ذات الوقت هو مربح كي يستقل الإنسان. يبقى الألم اللي بنتحدث عنه، لماذا الألم؟ الألم وسيلة لنمو الإنسان، أن يتعدى ويتخطى كل الحواجز كي يستطيع أن ينمو ويحصل له نوع من الواحد يكبر. صعب جدا تتعامل مع ولد، ما تزعلوش من اللي أنا بقوله، لو جت أم وقررت قالت ما فيش فطام، مش هفطم الولد ولا البنت. إيه رأيكم في المنظر ده؟ أنا كبير بشنبات وما زلت أرضع، ما ينفعش، غير مقبولة. يبقى تتحمل الألم الفطام. يقول سكت نفسي كفطيم من اللبن على أمه. قال له تسكت عشان لابد أن أقبل الألم. يا عزيزي تعلم أن الألم وسيلة الله جعلها. كيف أن الحبة بتنمو، الجنين اللي جوه الحبة ده بينمو ازاي؟ بينزل الأرض يدفن يستخبى، ده ألم للحبة، وبعدين تنفجر القشرة اللي بره، وبعدين يطلع النبتة الصغيرة بالجنين. ألم يكن هذا ألم تفسخ للحبة عشان يطلع النبتة؟ هذا هو قانون الله وضعه كمان للروح، أن الشخص لابد مرات أن يتألم. في آية في سفر إشعياء بتقول أن مرارة النفس بها، في سفر إشعياء 38، أن مرارة النفس بها حياة روحي. مرارة النفس بها حياة روحي، أن روحي تحيا عندما أتألم. لما يكونوا اتنين متجوزين وبعدين حصل بينهم خلاف، والخلاف ده قعد شوية فترة وحصل ألم نفسي للاتنين، يا عزيزي الاتنين بيتغيروا، كل واحد في مكان، هي في مكان وهو في مكان، بعد بيتألموا. ما أعظم النضوج الذي يرجعون به، كأن الألم عمل ما يسمى نمو الروح تنمو. كمان دي وسيلة للأبدية. كيف أن الله يريد أن يكشف لك الأبدية وأنت لا تريد؟ أنت مش عايز الأبدية. ربنا يقول لك يا عم حضر نفسك، أن رايحين الأبدية، مسافرين، إحنا مسافرين لسفر طويل. يقول أنا مش عايز، أنا بحب الأرض. يقول له بس أنت مش هتبقى على الأرض كتير، فعد نفسك للأبدية. أنا مش عايز. مرات الله يسمح بالألم لكي ترفع عيني إلى السماء. وبقابل ناس بقى بالنوعية دي حلوين خالص. واحدة قابلتني قالت لي يا سيدنا السماء أحلى، السماء أجمل. قلت لها عمرك ما كنت هتقولي الكلمة دي وانت في الرحرحة. السماء أجمل عندما نتألم، السماء أجمل وأعظم ونشتاقها عندما تغلق أمامنا كل الأبواب ويبقى فقط باب في السماء. رأيت باب في السماء ماله مفتوح. أختم بسؤال صعب، أنا كده قربت أخلص. يقولون لماذا نتعامل مع إله غير مرئي؟ مش أسهل حاجة إن واحد كده نشوفه نسلم عليه نقول له صباح الخير صباح النور، زي ما نشوف بابا وماما ونشوف أبونا نسلم عليه وياخد بركة؟ مش ربنا لو كان كده بينا وقعد كده بينا، مش ده كان أحسن لينا؟ مرات نجيب عن هذا السؤال بسؤال غريب شوية، أقول لك هذا هو عين عدم النضوج. عندما تتعامل مع إله فقط مرئي، كيف يعمل خيالك يا عزيزي؟ أنا أتمنى أجيب المثل ده. أنا شخصيا من محب الراديو، لو بيتوجد جنبي راديو بسمع بصراحة، حتى وأنا أسقف. ليه؟ أنا الجيل القديم بحب الراديو. ليه؟ الراديو وأنت بتسمعه بيحصل إيه؟ شغل إيه؟ خيالك.
وتحكي لك حكاية بتشغل لك خيالك. هكذا يا عزيزي أجاب إجابة جميلة عن رفقة لما راح يخطبها لعازر الدمشقي لإسحاق. فلعازر يقول لها خلي بالك يا ست رفقة، رحلة تصل إلى شهور، مركبة على جمل، وهو الجمل اللي جنبها يقول لها يا رفقة جوزك ده ولا كل الرجال؟ تقول له ازاي؟ يقول لها ده جميل، ده أمه عندها كان 90 سنة وكانوا بيعكسوها، مع الاعتذار يعني 90 سنة ويعكسوها. دي كان أي حد يشوفها من رجالة ينبهر بجمالها. فتخيلي الراجل ده اللي خارج من الست يطلع شكله إيه؟ عمال يعمل إيه؟ شغل خيال تاني. قال لها ده احنا عندنا خدامين كتار جدا. سيدي عنده 318 خدام. 318؟ البيت الأبيض ما فيهوش 100 خدام. البيت الأبيض بجلالة قدر 318. انتوا ايه يعني؟ قال احنا اغنياء كتير. ربنا ظهر لابونا ابراهيم، سيدي ابراهيم، وقال له انا مديك ارض واسعه، وعنده غنم كتير قوي. 318. قال لها اه. تاني قال لها خلي بالك في يوم من الايام حصل حادثه رهيبه. اسحاق الجميل الشاب الصغير ده ابوه كان هيذبحه. انا رايحه لواحد جثه. حصل ايه؟ قال لها ده بس خلاص تشكري ربنا انقذه، جاب له كبش. عمل ايه؟ اول بقى ما هي شافته نزلت على الجمل وبتقول له العازر مين اللي في الحقل ده؟ قال لها عليا، انا عمال احكي بقى لي قد ايه كل الرحله. قال لها ده اسحاق اللي انا حكيت. قالت له ما انا عارفه. عارفين البنات لما قال يتكسفوا. يا عزيزي رحلة تسميها، خدها باللفظ اللي أنا بقوله ده لفظ من عندي، أننا نتعامل مع إله في رحلة استكشاف. لماذا تبيحون لأنفسكم أن تكتشفوا أمور علمية كثيرة وتبحث في نقطة معينة وتقعد تدور عليها في قانون وإكويشنز ومعادلات عشان توصل حاجة؟ ألا تريد في رحلة اكتشاف واستكشاف هذا الإله العظيم؟ صحيح نحن نتعامل معه بالإيمان، والإيمان أرقى من العيان. إيه رأيك لما تقول لربنا كده أنا شخصيا كل ربنا ما يعمل مواقف في حياتي وفي الكنيسة وفي الخدمة أبص عليه أقول له زي ما نقول في البركات المقدسة، نقول للمجد لك يا رب، يا رب ولك المجد. مجد لك يا رب، يا رب لك المجد، لك المجد في هذا الأمر. اكتشاف عظيم جدا. عودي نفسك كل يوم تشوفيه هو بيتحرك ازاي، بيعمل ايه في الناس، بيغير ازاي، بيقول ايه، بيوصل للناس رسائل ازاي بياخد واحد ويغيره، وهكذا. ازاي يعمل في الكنيسة، ازاي يحمي الكنيسة، ازاي يخرج الكنيسة من أزمة، ازاي رحلة اكتشاف. نحن نتعامل مع هذا الإله. عارف ليه؟ عشان يقوي كل ملكاتك. ويا بخت الناس اللي بيتعاملوا معاه بالإيمان، ويقينا أن الإيمان له مكافأة. سلام المسيح. أنا يوليانا إيهاب، وأنتم بتسمعوني من خلال خدمة قناة الراعي الصالح The Good Shepherd على اليوتيوب وكمان على صفحة الفيسبوك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير مع أصحابك، عشان ده بيشجعنا نستمر وبيحسسنا إن احنا بنعمل حاجة حلوة ومفيدة. بشير بسيط منك تقدر تخلي ناس تانية كمان تسمعه وتستفاد. And don't forget to subscribe and active the notification ring.